احكي لنا عن دورك بمسلسل الرابوس. هلا المشكله انه دائما هذا السؤال التقليدي، يحكي لنا عن دورك. المشكله صرنا عم نحكي باشياء تانية، لانه احيانا بتحكي عن بتحبي الدور المسلسل بيروح باتجاه تاني، فصايرين شوي خياراتنا عم تكون باتجاه النص ككل اكثر من خياراتنا بالدور فقط يعني. فانا فيني احكي عن دوري من خلال العمل. يعني هو المسلسل مختلف، يعني ما بعرف شو كيف بده يتسمى وشو تحت اي بند بده يتصنف، هل هو رعب، هل هو دراما اجتماعية، فانتازيا، ما بعرف، هذا نتركه للنقاد لانه ما بدنا نحكي عنه كثير. ولكن حكي انه العمل مختلف وعمل جديد، وبعتقد الشخصية على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون عم حاول اقدم فيها شيء مختلف وجديد. هذا اللي بيعنيني. قد ما كنت جريء احيانا، بس احيانا بكون جريء بطبيعه الدور اللي عم بشتغله، بس لما يكون في جرأة بالعمل ككل، من الاخراج للنص، الماده المكتوبه، لشغل الممثلين، هذا بحد ذاته مغري بالنسبه لإلي ومثير للاهتمام. في اعمال اخرى حضرتك عم تحضرها للموسم المقبل؟ يعني لسه كله حكي مبدئيا، بعد ما في شيء؟ ما في شيء، يعني دائما كله ضمن حكي، يعني عم نتحاور، عم نحكي، لسه ما في ورق بين ايدينا حتى نقول انه صار في شيء حقيقي ولا لا. الموسم الماضي كنت حضرتك من أكثر الفنانين السوريين ظهورا بعدد منيح من الأعمال، كيف بتشوف هيدي التجربة وشو ممكن تغير عندك يعني كممثل وكفنان؟ يعني هلا احيانا مشكله العرض ما عم تكون، يعني ما عم تكون بين ايدين الممثل، والممثل هو يعني عم يعمل ادوار في مسلسلات صورت من سنين طويله، حتى في ناس من اصدقائنا يعني متوفين ممثلين فيه يعني باكثر من عمل، فانعرضوا بموسم واحد. صدفت انه في محطه او اكثر من محطه اشترت هدول الاعمال وانعرضوا مع بعضهم، فبالتالي يمكن هذا يعني سوء حظ فيك تقولي. بس اهم شيء يكون واحد مختلف، يكون متنوع، يعني ما يكون عم يعيد نفسه وعم يكرر حاله. يعني انا عندي استعداد اني بعد غدا نلتقي اعمل شيء مختلف 180 درجه، وهذا اللي صار، عن اني كرر نفس شخصيه محمود اللي عملتها بغدا نلتقي. هذا بده جرأة، واحيانا يعني احيانا مثل ما قلت لك اللعبه ما خيوطه بين ايدين الممثل. الممثل هو عنصر من العناصر، احيانا بينحظ احيانا لا. تقصد حضرتك التجربة المختلفة هي مسلسل سليم وحريمه؟ لا، ما بقصد اسم معين من الاعمال، ولكن في اعمال انت بتكوني مراهنه على طبيعتها. بس بالكوميديا ما فيكي دائما انت تقولي في نص نص، يعني بالدراما في عمل نص نص، يعني بيطلع بمعنى متوسط او جيد. بس بالكوميديا اما العمل بده يكون كثير ممتاز او بيوقع. بس دائما عم اقول لك الخيوط اللعبه ما أنا بايدين الممثل، هي بايدين الانتاج، بايدين المخرج والعناصر الاخرى والشركاء اللي موجودين. بس انا بالنسبه لي كل تجربه بشتغلها بتعلم منها، يعني صار لنا وقت طويل بنتعلم منها، واحيانا انت ممكن توفقي ممكن ما توفقي، وهذا امر معروف يعني صار.